أول تعليق هام من كابتن محمد أبو تريكة بعد فوز الأهلي على شبيبة القبائل ب4 أهداف مقابل هدف، حيث أبو تريكة كان له تصريح مهم جدا جدا عن المباراة وما حدث ورأيه في يستروب بعد الفوز الكبير، حيث قال تريكة: بس الأول لازم كل أهلاوي عظيم بعد الفوز النهاردة يثبت حضوره بلايك، اثبت حضورك بلايك وشير لتصريح أبو تريكة في كل مكان، حيث قال تريكة: منظومة يستروب الهجومية 100%، 20 محاولة سجلنا 4 أهداف وأهدرنا 4 فرص محققة، النتيجة كانت ممكن توصل لرقم تاريخي. الراجل ده يستروب بيطبق كل اللي بيقوله عن الهجوم المباشر والوصول لمرمى المنافس بكل الطرق الممكنة، بيخلق فوضى في دفاعات المنافسين بتحركات الأطراف واختراقات العمق، ولو امتلك مهاجم فعال، مهاجم قوي، مهاجم ماكينة أهداف قدام المرمى مع عودة إمام عاشور، هيعمل حالة طوارئ جوه القارة. الأهلي محتاج مدافع سوبر، لأن دي القطعة الناقصة في اسكواد الأهلي، مدافع أجنبي سوبر، صدقوني أولوية مع خروج أشرف داري من الأهلي. زيزو وبن شرقي وتريزيجيه وإمام وشريف، الخماسي يستروب خلى ليهم بصمة النهاردة، ده اللي كنا بنحلم بيه، كل النجوم في خدمة الأهلي، الأهلي النجم الأوحد. تريزيجيه قالها: الفريق ده لسه ما جابش 30% من مستواه، ولو وصل لمستواه كله هياكل على وشه.